السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنشوي السمك في البيت بأسهل طريقة واحلى بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره. طريقة سهلة، وكمان هقولك على سر يخلي السمك بتاعك ما يطلعش دخانة. بس انتي لو اول مرة تتفرج على قناتي يا ريت ما تنسينيش في عمل اللايك والاشتراك في القناة. ان شاء الله. اول حاجة انا جبت السمك، غسلته ونقعته شوية في الليمون وفي الملح، وبعد كده جبت الخلطة بتاعته عشان هنحشيه يعني. نضفته يعني الاول، وبعدين نقعته في الملح وفي الليمون، وبعد كده جبت طماطميتين قطعتهم وبصلتين قطعتهم وتوم. دقيت له توم وقطعت بصل وقطعت طماطم وقطعت فلفل وقطعت كرفس. الكرفس بيديله طعم طبعا جميل. الاضافات بقى التانية، البهارات اللي انت تحبيها، بس اهم حاجة طبعا الكمون والكزبرة. انا ضفت كزبرة وكمون، وضفت شطة حمراء، وضفت كمان معلقة من الكركم، معلقة صغيرة، معلقة من القرفة الصغيرة برضو بتدي لها طعم جميل، وزيت وملح، زيت وملح طبعا، وخل وليمون. بعد كده حشيت السمكة، وبعد كده رشيتها بال بالردة، وبعد كده يعني فردتها في الصاجة. حطيت في الصاجة الأول شوية من الزيت، علشان خاطر الزيت هو اللي بيخلي السمك ما يطلعش دخانة. بس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولعت الشواية وخليت السمك يعني خد وش كويس قوي، اتشوى يعني من فوق، من الجنب اللي فوق، وبعد كده قلبته من الجنب التاني بالراحة خالص، بس اتأكدي ان هو اتشوى عشان خاطر ما يتلسعش منك، يعني ما يتهريش منك. اتأكدي ان هو اتشوى كويس. وبعد كده جبت له وعملت له خلطة تانية برضو، ليمون وفلفل وشطة، وبرضو شوية من الكرفس وكمون وكزبرة، وغليت المية، وطبعا ضربت كل الخلطة ديت، وفلفل وتوم برضو، وضربتهم في الكبة. يعني حطيت فلفل وليمون وخل وتوم وكرفس وكمون وكزبرة، ضربتهم كلهم في الخلاط، وليمون طبعا وزيت. وبعد كده جبت مية مغلية، يعني زودت زي كوباية، وبعد كده حطيته على السمك، يعني قعد كده زي 5 دقايق، وبعد كده نشلته زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. يعني شكله ما شاء الله يفتح النفس. حضرته جنبه طبعا رز وسلطة، والسلام عليكم.